how can I trust them؟ عندي trust issues. ازاي انا هسلم وشي وبعدين الوش ما فيهوش معلش؟ فما ينفعش ما ينفعش. فدي اهم حاجه. ازيكم؟ انا اسمي روبير. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا دكتور سارة. دكتور سارة عمليات تجميل، بوتوكس، فيلرز، موضوع مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم عنه كل مرة. هنشوف اصلا بقى هل ان انت تبقى دكتور اكل عيش مر ولا لا. يعني هنشوف هنكتشف. عامله ايه؟ I'm good. مبدئيا عايز اعرف ايه اللي دخلك طب على طول كده، يعني نخش في الموضوع. يعني مبدئيا انا ما كنتش عايزه اخش طب من الاول خالص. انا كنت عايزه فنون جميله وديزاين، وبعدين احنا ما كناش عايشين في مصر، فبابا خلاني افوت امتحان القدرات وانا ما كنتش عارف ان it even existed. فنزلت على التنسيق على طول، فقال لي تضيعي سنه من عمرك، يا اما تشتغلي يا تخشي طب يا هندسه. فاضطريت اخش طب. اوكي. This is how it happened. يعني انت مش بتحبي شغلك؟ لا انا بعشق شغل. I love my job. اوكي، طب حصل ازاي ده بقى؟ دلوقتي انا مش شايفه اي حاجه، انا مش شايفه ان انا كنت انفع في اي حاجه غير دكتوره. كان نفسي قوي في جراحه تجميل، لكن علشان ظروف بقى ان انا كنت لازم اسيب مصر ومش عارفه ايه، فاخدت جلديه. لكن الحلو ان في حاجات كتير قوي in common ما بين plastic surgery و dermatology، اللي هي كل ال in clinic procedures دي بقينا احنا نعملها. يعني مثلا خيوط اول ما طلعت كانت under general anesthesia، لازم بنج كلي. دلوقتي انا بعمل خيوط في العياده عادي في ساعه الا ربع ومع السلامه باي باي. اوكي، ده الخيوط ده اللي هو بتعملي خيط اللي هي يعني لو كده؟ عندي جلد واقع كتير عايزه ارفعه، والحد ده مش عايز يعمل عمليه، فاوبشن نمبر 2 بس دي خيوط. عمليه برضو يعني ماينر سيرجري، تعتبر يعني حاجه بحاجه بسيطه كده في العياده بنج موضعي مش ايوه حوار. فاهمك طبعا. سهله. اوكي لا it's not that painful زي ما الناس متخيله. طب انا عايزه بس عشان انا في الموضوع ده مش فاهم قوي، يعني ايه الفرق بين البوتوكس والفيلرز والثريدز اللي هو الخيوط؟ the most common question. طيب في السريع كده يعني ماشي. للطلب المتوسط يعني. ماشي. بوتوكس ده حاجه اسمها بوتولينيوم توكسين. اوكي. ده سم actually. سم اهو اعتراف معانا اعتراف. ده سم بيجي من حاجه اسمها البوبي سيد او البوبي فلاور. anyways ده بيرخي العضلات، فبالتالي بيشيل التجاعيد. بس other than ده اكتر حاجه هو مشهور عليها. بس نعمل بوتوكس مثلا لحد ايديه ورجليه بيعرقوا كتير بنحقن بوتوكس. ده in general بوتوكس. بعدها في فيلرز دي ماده بتخليني اعمل فوليوم ريستوريشن للفيس. لا يعني اشرحي برضه، يعني انا بقول لك إيه؟ الطالب المتوسط. تمام. اوكي. يعني احنا دلوقتي when we age كل حاجه بتقع. الفاتس اللي هي اللي شايله وشي في مكانه كده زي ما هو بتخس، بتروح، بتقع، فبالتالي الوش بيبتدي يقع. فانا عايزه ارجعها تاني، فكأني حقنت شويه فاتس، او يعني مكان الفاتس اللي naturally موجوده بحقن فيلر. بحقن الماده الفيلر اللي هي هيلورونيك اسيد، فدي بتابزورب ميه، بتعمل ووتر ريتنشن، فtherefore تديني الفوليوم اللي انا محتاجاه. طب ودي فهي بعملها مية. مره بس في العمر يعني ولا كل لا شويه؟ طبعا كان زماني ما بطلت شغل. لا اوكي. لا في depends على بقى هنا consistency of filler. في fillers خفيفة وفيلرز تقيلة ومش عارفة ايه، وكل area في الجسم ليها حاجة معينة. بس they last تقريبا ما بين 6 شهور للسنة، سنة ونص. اوكي. بس طب ده كلام جميل. طب سؤال بقى تاني، ازاي انا دلوقتي مش عايز اعمل حاجة من الحاجات دي، ماشي، ازاي افويد ده اصلا؟ يعني ايه اللي انا اعمله ان انا افويد ده؟ برضو بتسأل السؤال ده كتير. طيب to avoid طبعا اول حاجة اهم حاجة هقولها شرب المية. يعني يا جماعة I cannot stress قد ايه المية مهمة. جسمنا is made up of 60% مية، فانت لازم تكمل المية دي. فدي number 1. number 2 بقى الهيت، السخونة. الهيت is the best thing لينا. ليه بقى؟
بسرعة كده in a nutshell احنا عندنا خلية اسمها fibroblasts. الفايبروبلاست سيلز دي لما بتتكسر او بتتدمر بتطلع كولاجين، فيرجع تاني الجلد يتشد، ترجع الالاستيستي بتاعته، يرجع الجلو بتاعه، كل الحاجات دي. ففي دلوقتي ماشينز كتير سواء راديو فريكونسي، كيو سويتش ليزر، ده حاجات معروفة يعني ultrasonic اللي انت waves. بتتكلمي عنه ده؟ يعني الناس اللي بتعمل ريسيرش بتلاقي الحاجات دي اوكي. فعلا اونلاين، ده وكله موجود في مصر كل الحاجات دي عادي موجودة يعني، عادي جدا. مش حوار يعني. هي اوكي. عبارة عن زي ليزر سيشنز او سيشنز بتيجي العيادة 20 minutes، او حتى عندي سيشنز بتاخد literally 3 دقايق. بدخل سخونة في الجلد كأني بسخن الجلد، ف within a month الكولاجين build up بيحصل، فيرجع الجلد بقى يتشد تاني. فلو حد عايز avoid fillers وبوتوكس ومش عارفة ايه، يبقى من اول سنة مثلا let's say 30 33 35 ممكن يبتدوا بقى ياخدوا بالهم من نفسهم. كل شهر شهرين تعالى العيادة اعمل سيشن طب انت بس. بتقولي هو هيت، طب ما نقعد في الشمس حلوة يعني، لا الشمس هيت حلو. لا لا لا, لا. ايه؟ الشمس is your worst enemy. الشمس للجلد. already للجلد. اه. الشمس بتعمل اكتر wrinkles، pigmentation، تصبغات في الجلد، بتزود الاويلز، بتفتح البورز، بتعمل لك pimples under the skin، black heads. الشمس بشعة طب بشعة. انا عايز اخد فيتامين دي. هتحط سان بلوك، لازم سان بلوك every 2 hours. اوكي. طول ما انت قاعد بره في الشمس. على الفيس لازم SPF 50. الناس اللي عايزة التان يعني ربنا معاها، بس اني هو ما ينفعش ما ينفعش. بس وتشرب ميه كتير كتير كتير. وسان بلوك، لا سان بلوك is the most important anti-aging factor موجود في حياتنا. حلو قوي دي. اهم حاجه. حلو، انا هكتب الكلام ده عشان لازم سان بلوك. ده سان في بلوك بقى ناس، ده في دلوقتي كل الجنريشن الصغير بيجيلي عامل ريسيرش رهيب. they know about chemical sunblocks, mineral sunblocks, they know about the ultrasound والradio frequency وكل الحاجات دي. هما بيجوا محضرين لستة وبيسألوني ده طب أنا ولاد عندي ولا كذا بنات كذا. بقى؟ both. بس recently آخر مثلا 2 3 بقى في ولاد كتير قوي بقت تيجي. اوكي. يعني كان أكتر في الأول بنات، كان ده المسكونسبشن العادي، بس لا recently بقى ولاد. which is good. it's very يعني I'm proud of it. يعني أنا ولاد العيلة عندي أنا بحبهم علشان ابتدوا بقى skin routine وغسول، مش بنغسل وشنا بصابونة عادية، بنغسل وشنا بغسول محترم عادي ميديكال يحافظ على السكين بارير بتاعنا، حاجات كده. كريم مثلا نايت كريم، حاجة تعوض كل البوليوشن والقرف، عشان طبعا مصر بلد جميلة قوي ونظيفة جدا الهواء فالبوليوشن ليه عامل كبير قوي على السكين. هو ده اللي بيعمل المنظر اللي هو التعبان او المجهد. فيو نيد حاجه، يو نيد ا نايت كريم سيمبل، حاجه ايه بقى النايت كريم ده يعني؟ تريبلانش. اجيب ايه؟ حاجه تهايدريت. طبعا كل نوع سكين مختلف، يعني الاويلي سكين ليهم انواع كريمز، الدراي سكين ليهم، النورمال سكين ليهم، الناس اللي عندها روزيشيا ليها، في many different types انا of skin. بقولك الطالب المتوسط الطالب المتوسط. اوكي، يعني في انواع جلد كتيره قوي. في الاول الصح المفروض يعني تيجي تشوف لدكتور، تشوف دكتور اوريدي ماشي. دلوقتي بقى في يعني روزيشيا دي مثلا، اوكي، الناس بقت عارفاها، اللي هي الورديه، اللي هي الريد تشيكس اللي كان زمان كنا بنقول الله كيوت وشكلنا كده. دي لا it's actually a skin disorder. فدي لو انت عرفت تتعامل معاها هتعرف تتعامل مع جلدك، لكن اول حاجه ان انت تعرف تشخصها. فعشان كده لازم تروح لدكتور. that's the easiest way. يعني لازم تروحي الدكتور فعلا بالظبط ويكشف كده. عليكي بالظبط كده. ويشوف مشاكلك بقى والروزيشيا والحاجات دي. بالظبط كده بالظبط. طيب ايه اكتر حاجة بتحبيها في شغلك؟ positive feedback. I love it. يعني بحس ان انا فعلا فرقت في حياة البني ادم ده او البني ادمة دي، انه ممكن تبقى حاجة very simple. يعني واحدة مثلا تجيلي بجد زي القمر ما فيهاش مشكلة، بس هي مثلا متضايقة ان شفتها اللي فوق ارفع من شفتها اللي تحت حاجة بسيطة. هي بالنسبة لها ده حاجة مهمة قوي في حياتها، حاجة مؤثرة فيها. انا بالنسبة لي انا شايفاها طبعا she's gorgeous. انا بالنسبة لي اصلا كل الناس اللي بيجوا بقول لهم من الاول خالص انت زي القمر، انت مش محتاجة حاجة.
ده number one، لانه فعلا each person is beautiful in their own way. كل اللي انا بعمله ان انا بهايلايت الحاجات الحلوة اللي فيها. يعني مثلا واحدة عندها وشها واقع شوية بس عندها تشيك بونز عالية قوي، خلاص انا هرفع الجلد ده رجعه تاني في مكانه. فمش ان انا بزود حاجة او بغير حاجة، انا مش بغير لها حاجة في وشها، بس انا بصلح اللي هي متضايقة منه. يعني انت بتحاولي ان ما تبينيش الفرق قوي، بالظبط ما تبقاش حاجة كده بالظبط. اوفر. انا من المدارس بتاعت انت the great doctor، معناها ان انا كل الناس اللي في الويتنج روم بره شايفين البيشنت اللي طالع من عندي بس ما يعرفوش هي عملت ايه كده. يعني انا عايزه الفيدباك ده ان هم يبصوا واو هي زي القمر. لكن لو هم عرفوا لا بصوا عامله شفايفها، بصوا عامله بوتوكس، ده الحاجه بتاعها طاير في السما، ده كده يبقى انا فشلت. المفروض the beautiful face ان انت بس تبص على الفيس ده وتقول واو، مش تقول عامل. but this is the best part about my job، ان انا بحس فعلا يعني كان نفسي في فنون جميلة، دلوقتي في الاخر بقيت افنن على وشوش الناس، ف I can't ask for anything more. يعني انا بقيت artist على وشوش ناس، فدي حاجة responsibility. كل شغلانة وبيكون ليها الحلو بس والوحش. بيكون ليها الوحش. ايه بقى الوحش بتاع الشغلانة بتاعتك؟ الوحش بيبقى مثلا لما يجي لي حد متوتر قوي، خايف قوي 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 اول مره بالذات، لو عملت اي حاجه وبتيجي تسال نفس السؤال بطرق مختلفه كتير علشان تحاول تطلع رد مختلف. فدول انا دايركتلي بقول لهم مثلا على 5 مره بقول لها بصي انت لو سالتيني السؤال ده مثلا كمان 10 مرات تاني هيبقى نفس الرد، مش هغير الرد بتاعي، هو ده الرد بتاعي. فانا فاهمه متفهمه جدا ان هم قلقانين وكده، وانا بطبيعتي عامه بحب اشرح للناس قوي، فانا بشرح دي اكتر وبدي حاجة كل بتريح المعلومات. على ما بالظبط عشان بحط نفسي في مكانكم، لو انا فعلا رايحه هلعب في وشي ودي حد انا اول مره اقابل الدكتور ده، ماشي اوكي سمعتها كويسه وكل حاجه بس how can I trust them؟ عندي trust issues. ازاي انا هسلم وشي وبعدين الوش ما فيهوش معلش، فما ينفعش ما ينفعش، فدي اهم حاجه. فبس فلازم ان انا طبعا it's a very very big responsibility. اي case is different، كل case مختلفه. ف what I don't like I wouldn't say hate، بس what I don't like او بتبقى كده اللي هو أسئلة بيبقى نفسي اللي هو لا trust me وخلاص. طبعا بقول لهم كده، والtrust ده بيجي على مراحل، بس أول مرة بتبقى صعبة شوية. اوكي دي بتبقى أكتر حاجة challenging، بس غير كده I love my job. طيب سارة thank you so much Thank ان you. انت جيتي النهاردة، Thank you. واعملوا لها فولو على انستجرام دكتور، هكتبها دكتور سارة كالدس صح؟ Yes، دي ار كلمة واحدة. اي اوكي. هكتبها لكم على هتلاقوا بقى حركات وبيفورز and afters وتيبس، ولسه حتى sun block tip انه it's the most important النهارده. اوكي بس اوكي كده. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وايه تاني؟ subscribe like follow فولو follow. اوكي Yes. اوكي باي باي. Bye.